في فيديو واحد جمعت لكم كل انواع السان سكرين اللي انا جربتها في الصيف ده، ايه منها الحلو ايه منها الوحش، ايه اللي ينفع في المصيف وايه اللي ما ينفعش. بصوا بقى معايا، انا هجمع لكم كل نوعين انا شايفاهم ان هم قريبين من بعض، سواء مميزات او عيوب. هبتدي لكم ببوباي وكولاجرا، هم دول تقريبا نفس المستوى، بس ده يمكن ارخص شويه عشان هو كميته اكبر. الاثنين جل، والاثنين المفروض ان هم دراي تاتش، بس هم مش دراي تاتش خالص. وهما الاثنين برضو على فكره هما ضد الميه وبينفعوا في المصايف، بس طبعا لازم تجدديه كل نص ساعه. يعني بوباي ده درجه حمايته اضعف بكتير، كولاجرا ممكن تجدديه كل ساعه الا ربع. ده طبعا لو انت استخدمتي حمام سباحه او بحر او جففتي كده لازم تجددي على طول. كولاجرا اهو بيعمل وايت كاست كده في الاول، بس بعد كده بيهدى وريحته الى حد ما هو فيه عطر، بس يعني مش عطر قوي قوي. بس لو انت عندك حساسيه ممكن يسبب لك حساسيه لو انت طبقتينه حوالين العينين، فخلي بالك. وده بقى بوباي برضو جلو كده على البشره، ومش بيعمل وايت كاست، بيتشرب بسرعه، يمكن بيتشرب اسرع من كولاجرا. بس ايه الافضل بالنسبه لي؟ الافضل بالنسبه لي بصراحه كولاجرا، لاني حسيت ان درجه حمايته اعلى شويه. ده حلو برضو، درجه حمايته حلوه، وعلى فكره ده برضو مش بيعمل حساسيه. انا ممكن كنت بطبقه هنا حوالين العيون، ما فيش منه اي مشكله للحساسيه خالص. يعني زي ما شفتوا بقى، كل واحد فيه عيب وفيه ميزه، يعني انت طبعا تقدري تختاري اللي يناسبك انت، بس انا عامه بحب وفضلت كولاجرا اكتر. يجي بقى النوعين تانيين شبه بعض برضو بالنسبه لي، انا شايفاهم ان هم ما فيش فرق ما بينهم قوي، لدراكون وكمان اليجون. الاثنين تقريبا نفس التاثير ونفس الريحه، وبحس ان هم شبه بعض قوي. يمكن اليجون شويه قوامه اخف، وبرضو بيستحملوا درجه الحراره العاليه، بس يعني حاولي تجدديه برضو على قد ما تقدري. يعني خليكي كل ساعه ونص عشان تقدري تحمي بشرتك بس كويس، لان برضو ساعات مع التعرق وكده الموضوع ما بيبقاش تمام. تعالوا نشوف كده القوام بتاع دراكون. دراكون برضو حلو، يعني كويس، درجه حمايته حلوه بالنسبه اللي هو في الفئه السعريه اللي هو الاقتصاديه. اليجون اغلى منه تقريبا، اليجون ضعف السعر بتاعه. نشوف كده اليجون شبهه قوي، حتى في الريحه بتاعته قريب منه قوي. اليجون زي ما قلت لكم بيأكسد البشره، دراكون مش بيأكسدها قوي، يعني الاكسده بتاعته اخف. طيب اليجون ولا دراكون؟ انا بختار بصراحه اليجون، حسيته ناسب بشرتي المختلطه اكتر من دراكون، مع ان المفروض الاثنين جيل ودراي تاتش، بس هما برضو مش دراي تاتش. نيجي بعد كده لايفا وكوزمو ايبي، الاثنين برضو درجه حمايتهم حلوه قوي. دايما برشح لكم على فكره ايفا كافضل صن بلوك للمصيف، لان فعلا درجه حمايته حلوه قوي وفعلا مقاوم للميه عن تجربه. ايبي حلو برضو مقاوم للميه، بس يعني الى حد ما برضو ايفا انا حاسه ان هو افضل على الاقل بالنسبه لي. يعني انا بتكلم عن بشرتي انا، ان هو ناسب بشرتي اكتر. ده برضو جميل، ده الاستخدام اليومي حلو قوي. المفروض برضو من كوزمو ايبي ان هو بيوعدنا ان هو بيتجدد كل 3 ساعات، بس بعد تجربتي الكوزمو ايبي كذا مره في اكتر من طقس وكده، لا جدديه افضل كل ساعتين او كل ساعه ونص. لو انت في مصيف وفي شمس حر قوي قوي جدديه كل ساعه ونص، ما تسمعيش كلامهم. وكمان هو بيأكسد البشره، يعني بعد ساعه كده تقريبا بيبتدي تحسي ان بشرتك لونها اتغير. ايفا مش بيأكسد البشره خالص، بحس ان هو صن بلوك مش صن سكرين، يعني بيعمل لي زي طبقه بيضه، بس طبقه بيضه بتمتزج مع البشره. لو انت بشرتك غامقه في منه التنتد برده، لو انت حابه تجربيه، ده درجه حمايته حلوه قوي قوي، انا برشحه وبحبه جدا بصراحه. بالنسبه بقى للعطر، هو طبعا ايبي فيه عطر، بس هو ريحته تفاح اخضر، تحس انها ريحه طبيعيه جدا. ايفا بقى ريحه عطر، بس هي برده خفيفه وبتطير بسرعه. برضو بطبقه على فكره، ما بيعمليش اي تحسس، بطبقه هنا حوالين العيون، وده برضو نفس الحكايه. هما الاثنين اصلا مناسبين جدا للبشره الحساسه. صن بلوك فاكيشن وصن بلوك ليلاك، الاثنين برضو جايباهم في مقارنه مع بعض، لان هما الاثنين درجه حمايتهم تحفه. حتى بالعكس فاكيشن درجه حمايته عاليه جدا جدا، وعلى فكره هو وايتنج وبيفتح فعلا. زي ما قلت لكم قبل كده ان هو عمل لي تحسس وما قدرتش ان انا اطبقه على بشره الوجه، بس طبقته على ايدي وعلى اي مكان تاني في الجسم، درجه حمايته حلوه قوي. ناس كتير برضو جربوه قالوا ان هو فعلا بيفتح، يعني هو مش بيسمر، هو بيفتح وبيساعد على التفتيح ده لو انت بتستخدميه طبعا كل يوم بشكل منتظم. تمام. بس في المجمل هو صن بلوك حلو قوي، وهو جيل كريم دراي تاتش فعلا، ما بيسيبش ملمس دهني. لو انت حتى بشرتك دهنيه صرف خالص، يعني بتجيب دهون من كل ناحيه، لا هو بيقدر يتحكم في الدهون دي. اما بقى ليلاك سان سكرين، هو مش مخصص للبشره الدهنيه والمختلطه، بس هو سائل فلويد، يعني بيمتزج بسرعه والبشره بتشربه بسرعه. مش بيعمل وايت كاست الا وانت بشرتك فيها تعرق شديد او الجو حر قوي وعرقتي، مع الاسف بيعمل منظر لوك كده مش ظريف خالص على البشره، بتحسي فيه تجير كده، ولما البشره بتنشف بيبقى سايب علامات بيضه كده. ده اللي ما عجبنيش فيه. بس بصراحه غير كده هو درجه حمايته حلوه جدا جدا، مش ريحه العطر خالص.
مناسب فعلا للبشرات الحساسه، بتقدري تطبقيه في كل مكان، في وشك او في جسمك، او كمان متهيألي للاطفال هيبقى حلو برده ليهم، لانه بيتفرد بسرعه قوي وبيعمل لك زي ضي كده وجلو للبشره، جميل بصراحه، حلو قوي. بس هو حلو بصراحه في الجو اللي هو مش حر، يعني مش الصيف القوي قوي، علشان تقدري تستفيدي منه من درجه حمايته، وفي نفس الوقت تستفيدي من اللوك بتاعه اللي هو بيديكي ملمس جاف. ده برده من الانواع اللي هي تعتبر دراي تاتش مش دهنيه. سان سكرين فاكيشن بقى هو المفضل لايدي، لان مش بستخدمه بصراحه غير لايدي. درجه حمايته حلوه قوي. بصوا هو برده بيتطبق بسرعه. والله زعلانه يعني، انا يعني حاجه دراي تاتش مش عارفه استخدمها بصراحه، زعلت. بصوا في ثواني البشره اتشربته. ميلا تايم سان سكرين انا سبته للاخر، لان تقريبا ما فيش اي سان سكرين نوع تاني انا جربته شبهه. هو جل شفاف جدا طبعا، زي ما عملت لكم فيديو قبل كده عنه، ان هو مش بيسيب طبعا لا طبقه بيضه ولا بيعمل اي وايت كاست ولا اي حاجه، لان هو اصلا زي ما انتم شايفين جل شفاف خالص، مش شبه جل الصباره على فكره. وانت بتطبقيه كده بتحسي ان انت بتطبقي برايمر او اي حاجه غير ان هو كريم بصراحه او جل عادي. بصوا هو مش مدي لمعه ظاهره خالص. فانا طبعا بصنفه من ضمن انواع السان سكرين اللي هي تعتبر دراي تاتش، انا جربتها. سان سكرين ميلا تايم بقى مشكلته مشكله معايا، واعتقد انها مع الناس كلها، برغم كل المميزات والحاجات الحلوه اللي هي فيه، الا ان هو درجه حمايته مع الاسف في الصيف مش قويه خالص. عايز تجدديه كل نص ساعه في الجو العادي، يعني ما بالك بقى لو انت عايزه تاخديه معاكي في مصيف. ما انصحكيش خالص انت تاخديه معاكي في اي مصيف، لانه اكيد هيسمر بشرتك، وما اعتقدش ان هو درجه حمايته برده من التجاعيد هتكون قويه. وحلو وجميل وقمر جدا في الجو العادي البارد، لو انت مثلا في خريف، في شتاء، في ربيع الجو حلو قوي قوي. في الصيف لا طبعا بيحصل كوارث. دول اكتر 5 انواع الصراحه عجبوني في الصيف ده. في المقدمه اول واحد بصراحه، برغم ان انا برده ما استخدمتوش بشكل جيد، هو فاكيشن، عجبني جدا جدا للبشره الدهنيه والمختلطه، ده رقم 1. ورقم 2 هو السان سكرين من ليلاك، برغم ان هو بيعمل لي تعرق شديد في الحر، بس لما بستخدمه بصراحه في جو الرطوبه بتاعته مش عاليه بيبقى حلو قوي معايا، ودرجه حمايته جميله تحفه. وتالت نوع هو كولاجرا سان سكرين، برغم ان هو مش دراي تاتش برده بيسيب بشرتي مدهنه، لكن بصراحه ما اقدرش استغنى عنه، بستخدمه كتير، يعني ده يمكن اكتر نوع انا بستخدمه دايما لما بخرج، يعني خروجات الصبح وكده. رابع نوع هو ايفا، ده بستخدمه بصراحه في الايام الصعبه الحر جدا جدا، يعني ده بالنسبه لي بديل لفاكيشن، فبالنسبه لي ده يعني اديله المركز الرابع، لانه برده الى حد ما بيعمل وايت كاست، بس درجه حمايته حلوه جدا جدا. واخر نوع من مفضلاتي هو ايبي، بديله برده المركز الخامس، هو برده درجه حمايته حلوه، بس انا برده بستخدمه في اوقات معينه، يعني ده بصراحه بنستخدمه تقريبا كلنا، يعني هو مناسب جدا للبشرات الحساسه، بستخدمه وقت لما يكون بشرتي مثلا فيها التهاب تحسس، درجه حمايته برده معقوله جدا جدا. كمان بتعجبني ريحته قوي قوي، ريحته فريش كده، تفاح اخضر، وكمان بيعجبني فيه ان هو بيتحكم لي هنا في مسام البشره، بحس ان هو بيضايقها لي الى حد ما، وبيديني اصلا احساس جميل. يعني عايزه لكم دلوقتي صوره اضغطوا عليها فيها كل انواع السان بلوك والسان سكرين اللي انا جربتها. وما تنسيش تشتركي في القناه لو محتوى القناه عجبك واستفدتي من الفيديو، دوسي برده لايك. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.